انا طلبت من تشات جي بي تي يطلع لي 30 تحليل للبيانات على الاكسل، لكن طلع لي 10 تحليلات بس. تفتكر ليه تشات جي بي تي تجاهل باقي التحليلات؟ خلينا نتكلم عن الموضوع ده النهارده. السلام عليكم. فكرة الفيديو ده هي الفكرة أو الملحوظة رقم 4 في جسم البرومبت الخاص بتحليل البيانات على الإكسل. ممكن تشوف باقي الفيديوهات الخاصة بجسم البرومبت من الفيديو أو الرابط اللي موجود على الشاشة. أقصى عدد جداول تحليلية تشات جي بي تي اداهولي على الإكسل في مرة واحدة كان 11 جدول تحليلي، حتى لو طلبت منه مباشرة 20 أو 30 جدول. فسألت تشات جي بي تي ليه مش بيطلع لي كل الجداول التحليلية اللي بطلبها منه، وقال لي 3 أسباب. الأول إنه بيتجنب الزحمة البصرية، لأنه لو عرض ال 30 جدول مرة واحدة النتيجة هتبقى صعبة تتقري، فبيختار حوالي من 8 ل 12 تحليل بس وبيعرضهم. والسبب التاني انه بيطبق اسلوب الاولويه، يعني بيختار التحليلات اللي اغلب الناس بتحتاجها او اللي هو شايف انها ممكن تفيدك بنسبه اكبر، وكمان بيتجنب التحليلات اللي هو شايف انها زياده او متكرره او ممكن تكون قيمتها ضعيفه. والسبب الثالث هو حجم الرد، لان تشات جي بي تي عنده حد اقصى للرد، فلو طلع مثلا 30 جدول تحليلي مع بعض هتطلع الجداول مختصرة جدا عشان يفضل في نطاق حجم الرد اللي ممكن تطلع فيه الإجابة. وبالتالي تشات جي بي تي بيفضل إنه يدينا 10 تحليلات مفيدة بدل ما يدينا 30 تحليل نص نص. ممكن يكون الوضع هيتغير مع الفيرجنات الجاية لتشات جي بي تي، ولكن الفيرجن الحالي اللي هو تشات جي بي تي 5 ده اللي حصل معايا فيه. وعشان كده لما بحتاج عدد جداول تحليلية أكتر على الإكسل بطلب منه الجداول التحليلية على مراحل، يعني بطلب منه 10 جداول تحليلية الأول، وبعد ما بيديني نتيجة بطلب منه في نفس المحادثة 10 جداول مقترحة إضافية غير الجداول السابقة. والمهم هنا إن الرد يبقى في نفس المحادثة، عشان شات جي بي تي هيبني على النتيجة الأولى. لكن لو فتحت محادثة جديدة مش هيشوف الجداول الأولانية اللي احنا بنتكلم عليهم، لأن في المحادثة الجديدة هيبتدي من الصفر. وممكن استمر في طلب جداول تحليلية مختلفة كذا مرة لغاية ما اوصل لكل الجداول التحليلية اللي انا محتاجها. وانا جمعت كل الافكار والملاحظات والمشاكل اللي قابلتني وحلولها في مكان واحد على سكول، والرابط تحت الفيديو لو حابب تشوف التفاصيل. اشترك في القناة عشان تشوف باقي الفيديوهات. سلام.